وسهلا وتحية نضالية. العنوان ديال اليوم هي محمد السادس سرق وهرب واختبأ فتشلل إنها القدرة الإلهية. هذا رمضان هذا ما تصليوش المغاربة، إلا بغيتو ديرو ثورة حقيقية قولوا لي ما بغيناش الصلاة، بغينا رزقنا ما عندنا ما نديرو بالصلاة. صبروا واحد العام ولا عامين بضمان يسقط النظام. نريد اسقاط النظام. ما تقولوش ليه دابا هو تصلي وكيقول هادو راه تيقلبوا على الهلواسه وعلى الصلاه وعلى هذاك الشيء. قولوا ليه رجع لينا فلوسنا، ما عندنا ما نديرو بالصلاه، والصلاه ديالو هو ما محتاجينهاش، هو تيصلي غير في رمضان، وهذيك الصلاه ما به الا الاستعراض باش يبين لي كارد كور في الجامع، تيبين لي كارد كور، تيبين العسكر لابسين الكسوات، تقول ما عندهمش الوقت اللي يبدلوا يلبسوا الجلابه، تيجيو بالكسوات وبالكراضات باش يخوفوا الشعب، زعما راه حنا متحدين عليكم. ما تصليوش، صبروا جوج رمضان ما يوقع لكم والو، الله غيسمح لكم من بعد. ما تصليوش ليه رمضان، ما تصليوش ليه صلاة التراويح حتى يجبد الفلوس. سولوه قولوا ليه فين هي الاموال اللي سرقتي وهربتي، فين هي الاموال اللي هربتي لاوروبا، اللي هربتي لسويسرا، عطاها لسويسرا تيروجوا بها الاقتصاد هنا اوروبا. الفلوس ديال المغاربه كتدور هنا في اوروبا، الفلوس ديال المغاربه كتدور في اوروبا، وهي باش كيروجوا الاقتصاد ديالو. وهذيك اليد اللي خطف بها الفلوس راه تشلات ليه بالقدره الالهيه، راه ولات هكا معوقه، تعوقات، راه هو كله تعوق، هذيك هي اللي باينه. فلهذا حنا ما عندنا ما نديرو بالصلاه ديال محمد السادس. هذيك تيجي باش كيدير لكم الاستعراض ان عنده لي كارد كور وعنده الجدرميه وعنده البوليس وعنده هذا. فلهذا خاص الشعب المغربي يطالب باسقاط النظام وارجاع الثروه هي اللي تهربات، هي الاساس، هي الثروه. بدون ثروه ما غاديش تعيشوا، ما غيشوف فيكم حتى واحد، وراه ما غيعاونكم حتى واحد الا ما عندكمش الفلوس. فلوسكم هذه سنوات فين مشات فلوس الشعب المغربي؟ محمد السادس 50 قصر كيلوح الماكله، الماكله الحقيقي، خلي من الماكله اللي كتعرفوا ديال الخبزواتي، الماكله تيلوح الشواء. 50 قصر من عهد الحسن الثاني، 50 قصر تيلوح الطعام يوميا، كطيب في جميع القصور وكتلاحوا المغاربه تيلهجوا وراء الخبز والشاي. وتقول لي الصلاه ديالو، هذيك الصلاه راهي سمساره، هذيك راهي التمصير داروها بالله، هي كلشي راه هو العدل. الله عطاكم الامثله، قال لكم قوم فرعون وعاد وثمود، القصه فرعون عاود 11 مره، مالك طاغيه عاود 11 مره، وعاود والقصه ديال القرنين، والقصه ديال الملكه سبأ، باش يكون العدل. ماشي الصلاه هي الاولى، ماشي الصلاه، هذيك الصلاه، هذوك السماسره ديال محمد السادس هما اللي تيبينوها بالله هي كلشي في كلشي. راه كلشي في كلشي هي العلاقه ديال الحاكم مع المحكوم، خصو يعطيهم حقهم. فين هي الثروات ديال الشعب المغربي؟ علاش محمد السادس 50 قصر تيلوح الماكله، المشويات هذه 50 من 50 قصر، هذه سنوات من عهد الحسن الثاني. هو القصور ديال اخواته واخوه تيلوحوا المشويات يوميا، واللي طابت اليوم ما تطيبش غدا، ما كتشبه ليهاش، اللي تشوى اليوم ما كيتشواش غدا. والمغاربه تيلهتوا مورا الخبزواتي، ودابا تتقولوا غادي نصليو معاه، زعما راه حنا بحال. خاصو يرجع الاموال. فين مشات الاموال اللي في سويسرا ترجع الدور في المغرب، تروج باش الناس تعيش، باش يتروج الاقتصاد. دابا هو شلل الاقتصاد في المغربي في شلل تام، لان الثروات كلها تهربات لسويسرا وبنما. والحصه الكبيره راه هي في افريقيا، كيمشي كينعس حداها، وراه تما تعوق، تما جاه الشلال، تما تشلل حدا الرزق ديال الشعب المغربي. فلهذا الشعب المغربي راه ما عندك ما دير بصلاه التراويح، تور وقول لي فينا هو حقي باش نعيش.
الحياة صعبة، الحياة خصك تعيش. ربي قال لك خصك تدافع على حقك. كاع الدول تيدافعوا على حقهم، ماشي شي حاجة اللي عاد تختارها انت الشعب المغربي أول مرة ولا أول واحد اللي غادي يكتشفها. كاع الشعوب في العالم كتدافع على راسها. دافعوا على محمد السادس سارق شفار، سرق الشعب المغربي سنوات وسنوات وتيكذب عليه، تيقول لي سير لاوروبا، سير عاد تقدر تاكل. وهو تيلوح الماكله صحيحه، تيلوح الماكله صحيحه جديده، المشويات، السمك الغالي، السمك الكبير. المغاربه ما تيشوفوش السمك الكبير ديال 50 كيلو، هذوك تيجيو يديوها الجابون من المغرب، كيديوها من البحار ديال المغرب. تيشوفي داكشي الصغير غير الباجو الشرغو، ما تيشوفش طون ديال 50 كيلو 100 كيلو اللي كيقطعوها كيديوها الجابونيين. فلهذا الشعب المغربي يجب أن يثور على محمد السادس، والمطالبة بإسقاط محمد السادس فضل رمضان وكفى. ولا لصلاة التراويح، لا ما بغيناش الصلاة، بغينا رزقناه هو الأول. الدافع على رزقك عندك أجر كتر من الصلاة. وهذا الفيديو هذا ما تنسوش هذا العنوان، هذا راه جميل جدا. محمد 6 سرق وهرب واختبأ فتشلل. إنها القدرة الإلهية يا شعب المغربي، وإلى شعب حر، وإلى الحرية. وشكرا وتحية نضالية.